اهلا وسهلا، مرحبا بكم، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وقت ما كنتو كتشوفوا هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم فلوق ثاني في دبي. الفلوق غادي يكون متنوع، غادي نزور سوق السمك المعروف والشهير هنا في دبي. كذلك غادي نشارك معكم واحد المحل مغربي، وغادي نشارك معكم سوق للعبايات وسوق الذهب اللي حتى هو مشهور بزاف بزاف بزاف. خليكم مع الفيديو. غادي نبداو بها هو سوق السمك. كما كتشوفوا السوق ما شاء الله كبير بزاف ونقي وما كتشموش ديك ريحه الحوت فهمتوني اش كنقصد؟ نقي بزاف، وعمال نظافه يعني في كل بلاصه كاينين. كذلك انواع السمك اللي كاينه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله اللهم زد وبارك. صراحه احنا عندنا جوج بحوره في المغرب وجامي ما شفت هاد الحوت اللي شفته هنايا، تبارك الله وصل عمري ما شاء الله. بالنسبه لهاد سوق السمك هنا كتختار الحوت، يا اما كتشري الحوت كديه معك لدارك، او لا كتشري الحوت وكتمشي عند مطاعم كتكون خاصه تما كتدي لهم داك الحوت ديالك، كيطيبوه لك وكيحطوه لك. ولكن الحاجه اللي عجبتني بزاف هو انك سواء بغيتي تاخذ الحوت باش تاكلو تما، او لا تاخذ الحوت باش دي معك لدارك كديه منقي. يعني كتشري الحوت ومن بعد كدوز عنده في واحد المكان خاص بالغسيل ولا تنقيه ديال السمك، ينقيو لك داكشي كامل، كيمشي داكشي نقي. يعني انت صاي غير تغسلو تعاود تشلو الا بغيتي تشلو صايو تخدم بيه، اولا ديرو في الكونجيلاتور ولا. صراحه والمذاق ديالو يا سلام رهيب ما شاء الله.
هنا غادي نشارك معكم هذا المحل مغربي عنده كل شيء داكشي المغرب كما كتشوفوا في الفيديو. عنده داك الطواجن، عنده القصريات، عنده البرامي ولا الكسكاس داكشي ديال الكسكسو، عنده كذلك حتى الصابون بلدي، يعني اي حاجه ديال المغرب اللي يعني ما غاديش تلقاها في سوبر ماركت هنايا صراحه موجوده. هنا كنا خدينا قصريه وخدينا كذلك كسكاس برما حيت كانت لا عفوا ما خديناش البرما حيت كانت خفيفه، فخدينا غير القصريه. عنده الحلويات كيف ما غتشوفوا في الفيديو، يعني محل مغربي 100%. البرارات كيسه ديال الطين، هذيك البرادات ديال الطين عنده ما شاء الله كل شيء. بالنسبه لهذا المحل هذا راه قريب للسوق ديال العبايات، بيناتهم يمكن شي 2 ديال الدروبه بيناتهم، وكنوصلوا لهذا السوق العبايات ولا بحال شكل ديال شي قيصريه كبيره اولا مركز كله خاص غير بالعبايات، ما فيه حتى شي حاجه رجاليه نهائيا. ورديت البال انهم كاينين حتى بعض المحلات دايرين داكشي ديال التكاشط وداكشي، ولكن صراحه داكشي كيبان يعني قديم شويه، يعني ماشي ستيل اللي كنشوفو دابا في عند الخياطه وداكشي في المغرب. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear. From up here,
world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. بالنسبه لهذا المحل التركي هنا فين خدينا البرمه ديال الكسكسو، خديناها من عنده حيت كانت ثقيله نيت، يعني الاخرى ما كانتش زوينه، كانت خفيفه، فهذه كانت صحيحه وثقيله. هذا محل تركي هو اللي خدينا من عنده البرمه، وحداه كاين سوق الذهب، واتوقع ان سوق الذهب قريب لسوق نايف. ان شاء الله فاش نمشي لسوق نايف غادي نشارككم معكم باذن الله، لانه تما كيعاودوا عليه بزاف ديال الناس انه من ارخص الاسواق اللي موجوده في دبي، وكتقدر تلقى عندهم اي حاجه.